مش كل اللي بيعرف يحكي صاحب الحق، ولا كل اللي دمعته على خده يصعب عليك، ولا كل كتير الشكوى عنده ظروف صعبة انت بيبان ليك كده. لكن في ناس كتير اصحاب الحق ما بتعرفش تحكي، وفي ناس كتير موجوعة قوي وما بتعرفش تبكي قدام حد. انت لازم تبقى بني ادم ناصح، ولو كلامي ده مش حقيقة ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني ربنا عالم باللي تخفي الصدور اللي في قلوبهم، اللي بيبينوا للناس عكس كده. كل ما في الأمر أنا عايزك تتحرى الدقة. ما عنديش مانع إن يصعب عليك واحد بيعيط، أو يصعب عليك واحد عمال يحكي لك قصة هو البطل فيها إنه مظلوم. عايزك تتحرى الدقة، ما تاخدش قرار بسرعة، تدور على الحقائق قبل ما تحكم على بني آدم. لأن مش كل اللي بيتقالك صدق. ساعات بيبقى بني آدم قدامك بشوش الوجه وبتتعامل معاه وبيحكي حاجة وعمال يظلم في طرف تاني. أرجوك تحرى الدقة وانت بتتعامل مع كل واحد، واوعى كده. مش كل واحد دمعته على خده يصعب عليك، ولا كل واحد بيعرف يحكي هو صاحب الحق، ولا كل واحد طول النهار بيشتكي عنده ظروف صعبة. كل ما في الأمر إن في ناس تاخد درجة امتياز في إنها تبين عكس اللي في قلبها. أرجوك تحرى الدقة.